ايفان نصوح، وتوزيع فؤاد جنيد، والإخراج كان لمحمد دايخ. كلهم طبعا مع حفظ الألقاب أخواتنا وحبايبنا. الغنية هاي الغنية اللي كنت عم لكم من فترة إنه أنا سجلتها ل3 مرات، لأنه كل مرة نسجلها ما أحب حالي فيها أرجع نعيد، أرجع أحب، بعد فترة أرجع ما أحب حالي فيها أرجع أعيد. صورناها مع محمد دايخ، خينا وحبيبنا وصديقنا. طبعا محمد عمل الطرح تبعه، عمل الصورة تبعه، عمل الأفكار تبعه، أخذنا على محل تاني. إن شاء الله يا رب هلأ بعد شي ربع ساعة بتشوفوا النتيجة، وتكتبوا لي إذا حبيتوا أو ما حبيتوا. شو بدي أخبركم كمان؟ المشكلة إنه لازم أطلع على هذا الجنب لأسأل اللي إيه و اللي شو ها؟ إيه إيه مزبوط. دخلكم اللي بيطلعوا لايفات كل يوم، شو والله شاطرين وعن جد ترفع لكم القبعة يعني. شغلة صعبة. أنا يعني موضوع استوديو قدران عليه، موضوع الحفلة قدران عليها، موضوع المقابلة قدران عليها، علي لي حدا عم بدير الحوار. ايوه. بس الموضوع انه انا احكي قدامك. واليوم حكينا، عم بحكيكم من الكاميرا، يعني عم نصور من الكاميرا اليوم، بما انه بوب بالعاده كل مره اذا بنطلع لايف على التليفون بدقدق، فهلا ما مرة يقطش الموضوع تمام. يعني له محاسن الموضوع وله مساوئ. له مساوئ انه بيقطش الاتصال، بس المحاسن انه هيك بيعطيني بريك شوي برجع ما مشكله. اليوم ما راح يقطش، امورنا بخير. مين عم بشجع بكأس العالم؟ والله بصراحة هلا هيك ضربت عيني على السؤال. أه صراحة المنتخبات العربية كانت ممتازة السنة، يعني أكثر من منتخب عربي كان في مشارك بالمونديال. بس لأكون صريح، ما حضرت ولا مباراة، وما حضرت يعني لحدا. أنا ماني كثير إن بكرة القدم ولا يعني. بس بتمنى يكون في نجاح لنا لمنتخباتنا العربية اللي أنا بعرفه هلا. مشكلتي إني ما بعرف مين بعد فيه بالمونديال، لأنه عن جد ما عم نحضر الوقت. عندنا كثير موضوع المباريات مأخر. خيي أكثر أخبر مني بهالموضوع. اسألوني غير عن الفوتبول، لأنه أنا ماني أبدا بعيد عنه تماما، وأنا بحبكم. محمس، والله محمس بس ملبك. محمس وملبك، واضح اني ملبك. هلا المفروض اني اقرا من هون ولا اذا عبالي؟ يعني في عندي اغاني تانية على الطريق. ايه عندي الالبوم مني انا لسه ما اكتمل فعليا، وهيدي اغنيه اليوم هديه من البوم مني انا. ما اكتمل بسبب الظروف والاوضاع اللي عم بيعيشها عالمنا العربي والعالم بشكل عام، والمضيق وما يعني. ان شاء الله خير يعني. هلا انا ليه عم تخبطوا؟ أنا عم جبت العيد هلا بشي محل قلت شي خبريه غلط انا؟ انه ايه المهم يعني لو ما كمل ان شاء الله رح نكمله تباعا، بس لا تهدى الظروف، هدوا لنا بالنا ونقدر نعرف نغني ونعيش. شو شو بدها؟ ها ايه الكليب راح يطقوا لنقول انه نحن ممثلين بالكليب، يعني لاول مره تعتبر هيدي. بقول شكرا لمحمد دايخ، شكرا لكل حدا اشتغلت معه، بجل وبحترم وبقدر. بس محمد بهذا العمل خلاني مثل عن جد. يعني في دور هيك مهضوم عاملينه وفي حوار، وهلا بتشوفوا بعد شوي. هيدا تحسب له. محمد اخذني لعنده، جابني لعنده وبتخيل حطني بصورة جميلة. هلا بتكتبوا لي بالتعليقات اذا حبيتوا او ما حبيتوا، ان شاء الله تحبوا. كان سهل التمثيل ولا صعب؟ يعني مش شغلتي يعني، بس انه عم نحاول نقدم افضل ما عنا. حلو، حلو التمثيل، حلو، فن من الفنون اللي ترفع لها القبعة يعني. بس الموضوع صعب.
اوكي، ممكن تغني ديو. مشكلة عم بيطلع هون هن شو بيعملوا؟ بصيروا بيرجع على هيدي راح هيدي ما لحق. اوكي، عندي حفلة بلبنان. ايه عندي حفلة بلبنان بفقرة. امتى؟ وين انا؟ ما انا المهم عندي حفلة بلبنان، مش حافظ امتى التاريخ، بس انه قريبا، بتخيل الشهر الجاي او اللي بعده. آم، في قرطاج هالسنة بتمنى. انا قرطاج دائما، هيدي المحطة بتمناها دائما تكون موجودة بحياتي. و بدي خبركم خبرية انه في بعد هالغنية ديو جميل جدا. ب 12 اوغست بفقرة. في بعد هي الاغنية ان شاء الله يا رب، هيك اذا الله كرمنا ومشيت والناس حبوها، يخرب بيتك انت وينك؟ لك يا اخي ما تغيب من عم انت بتردني، ما شو باك اذا. anyway، في غنية حلوة رح تكون ديو مع فنانة بتحبوها كتير، وانا بحبها على الصعيد الشخصي والفني، وغنية كتير 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 حلوة. وراح نكفي تباعا. ننزل شو بكون بيعرفوا تصبوا عليه. شو في يعني؟ اخبص 12 اوغست. قلت لهم 12، ما قلت لهم؟ قلت ايه. اوكي. طبعا معنا ورا الكاميرا خينا عادل، شكرا خينا ريشا، خينا انس، اليان والشباب. انا تحياتي يعني تيدي وانطوان. انا شايف على التلبيك نسيت. ياي. anyway، هيدا شو قد شو السؤال؟ اخذ وقت التصوير نهار، بس اخذ فعليا تحضيره اكثر، لانه انا الموضوع انه انا افوت اعمله لهالعمل كان بالنسبه لي صعب، بس الشغل مع محمد دايخ كان كثير حلو. بس في شغله هلا تذكرتها لازم اقولها، بس اسمحوا لي اتشكر، لانه هذا العمل حتى اللي ما اشتغلوا فيه، حتى اللي اسمائهم مش مذكوره فيه، في ناس إلها حق علي اذكرها، وتعبت معي على الخط الفني تبعي من بداياتي لليوم، واشتغلت معي من قلبها، واشتغلت معي، اعطتني كل الفن الموجود عندها ولسه عم تعطي. خيي وصديقي عمر صباغ، انا بتشكره قدامكم كلكم، بتشكره لانه شخص من الاشخاص المفضلين علي فنيا، ومساعديني على الصعيد الفني. هذا حق لازم اقوله قدام العالم. عمر انا بحبك كثير، واكيد الشغل بيناتنا مستمر لسنين طويله. آه هيدي شغله ثانيه اشتقنا لك بتونس. والله انا اشتقت لتونس وللعراق كمان، اهلنا بالعراق، ورجع سوريا اكيد رجع سوريا، ما هيدي انا سوريا بلدي واهلنا وحبايبنا. شو هيدا؟ عصفاقس، والله يا ريت. انا بالبدايات عملت برمة بتونس، برمنا على كذا مدينة وكانت منهم صفاقس. تحياتنا. بس هذا ليش وقف؟ ما عادش طلعوا هيك. انا شو عملت؟ كبست شيء انا غلط؟ اعمل هيك؟ anyway، ما عادش اشتغل، او بدك تيجي انت تبرم تعمله، لانه انا فوتت الدنيا بالحيط. anyway، آه بتمنى منكم عن جد تكتبوا لي بالتعليقات هلا، اذا حبيتوا هالشيء نكفي فيه، نكفي بهالطريقة الطرح، نكفي عاملين لكم كونتنت كتير حلوين. صورنا نهار كليب، صورنا نهار تاني كونتنت، مشتغلين كتير عليها. الغنية عن جد اخذت مني ومن كل الاشخاص، اصحابي يعني اللي بيشتغلوا معي، كل الناس اللي اشتغلت معي، آه، ما كتير ببينوا على الكاميرا، كانوا معي بظهري، عم يشتغلوا معي بكل محبة. اشتغلنا وتعبنا. ان شاء الله تحبوا هالغنية، انا متأمل فيها خير. آه، وكثير بيسعدني. صحيح الغنية بتكون 3-4 دقائق، بس كثير بنبسط بس حس انه هال3-4 دقائق اثروا بناس، او رسموا بسمة او ضحكة على وجوه العالم. بالاخير هيدا الفن، هيدا جمالية الفن، هيدا جمال الشيء اللي عم نعمله. انا كثير مبسوط بالشيء اللي عم بعمله، لانه بالاخير بيرسم بسمة وضحكة وبيعطي يمكن راحة، او يمكن بايام الحزن كمان بيحسسك. بس اليوم غنيتنا فرحة، ورايحين على محل حب وغرام وفرح وعلقت هيدي. انا هيدي متلتيتني ليش معلقة. anyway، هو علق كله اذا بدكم، علق كله علق. ما اشتغل.
anyway شغال عندكم؟ أنا عندي شغله هيدي. وان شاء الله يا رب رح يكون الكليب رح تحضروه على LBC، المكان والمحطة اللي طلعت منها وورجتني للعالم. أهلنا وحبايبنا، أنا ممنونكم. تحية لLBC ولكل القنوات اللبنانية. حبايبنا، تقريبا هلا بعد 3 دقائق بتطلع الغنية. عبولي، أنا ما مبينة عندي الكومنتس، بس عبولي الكومنتس كلها هدايا. اكتبوا لي هدية. وين رحت؟ شو بدها؟ ما بقول لك تلت كله، ما عادش اشتغل هو هذا كله. شفتوا قديش نحن تقنيا نوايا. اوكي، لنرجع نقول، معقول نشوفك عم بتمثل بفيلم؟ هلا يا بتسبوا علي يا بتقولوا لي برافو عليك كمل، على حسب لليوم. عبوا لي برافو عليكم، الشات عم بتصير كلها هدايا. بدنا غنية على السريع ننزلها. انا بتمنى على فكره، انا بدي اقول هالشغله هيك، بارت منها توضيح، بارت منها اعتذار. بعتذر لانه دائما نحن متاخر، بعتذر لانه دائما نحن بنمطمط القصص. هيدي المشكله اللي انا عايشها. نحن دائما بنحب نكون مسيطرين على كل شيء تمام، يعني مسيطرين على الاوديو، مسيطرين على الفيديو، مسيطرين على المحتوى، على الكونتنت، على كل شيء. يعني بتخيل هذا ما اكون حق فيه بمحل معين، بس لانه احنا بناخذ وقتنا بنطبق. قلت لكم رجعنا غنينا الغنيه 3 مرات، يعني انا الغنيه فعليا مصوره من اول السنه. هيدي الهديه مصوره وخالصه، ومحمد عطينا اياها من اول السنه. مطمطنا فيها لليوم بسبب الاوضاع، وكمان نحن عم ندور على الكمال ولنقدر نعمل الافضل معنا. فانا بعتذر، وان شاء الله يا رب نكون اسرع من هيك، نصير نطبخ اسرع من هيك. بس انه في التأني السلامه. عاوزين حفله في مصر، والله اهلنا وحبايبنا بمصر، انا بتمنى، والله بتمنى، نادوا لي بيجي لكم. بدنا نشوف اغاني قديمه مثل بدي اياها مجبور تكون هاديه. رح نعمل اكيد في اغاني خلينا نقول رومانسيه وهاديه بالالبوم موجودين، واغاني هيك فيها شجن وعاطفه. وانا بالنسبه لي ما في شيء جديد وفي شيء قديم لإلي، يعني لنصيف الفنان. في شيء يتناسب طردا مع السنه. فانبسطت، ما تواخذوني اليوم. دائما انا كل مره بطلع معكم على السريع، بنطلع بنجيب العيد بكذا محل. بتكون هيك ملبك، لازم اعملها اكثر من كم مره لايف لاتعود عليه. انا انبسطت اليوم اني انا طلعت معكم، ما تواخذوني. دائما ملبك. بس هلا فوتوا، رح يطلع عندكم ستيكرز هيك تكبسوا عليه، تحضروا هديه وراح نحضرها سوا. عبوا لي الكومنتات كلها هدايا. باي.